الاهلي يبحث عن مهاجم محلي، واسامه فيصل هو المرشح الاول للنادي الاهلي. يبحث مسؤول النادي الاهلي عن صفقه هجوميه لتدعيم الفريق خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه، وكثف اكثر من مسؤول في القلعه الحمراء اتصالاتهم مع اكثر من مهاجم محلي للانتقال الى القلعه الحمراء. وينوي الاهلي حسم هذا الملف بعد العوده من امريكا وانتهاء المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، او انهاء الصفقه اليوم من قبل الكابتن محمود الخطيب وهو متواجد في مصر اليوم. ورغم امتلاك الاهلي الثنائي الهجومي القوي وسام ابو علي وجراديشار، الا ان النادي الاهلي يرغب في ضم مهاجم ثالث تحسبا لرحيل وسام ابو علي او جراديشار في الفتره المقبله. واكد مسؤول القلعه الحمراء ان النادي الاهلي يرغب في تدعيم الفريق بمهاجم صغير السن ويلعب اساسي في منتخب مصر وهو اسامه فيصل. وقال مصدر في الاهلي ان اسامه فيصل مهاجم نادي البنك الاهلي والمرشح رقم واحد بالنسبه للاداره الاهلاويه للتعاقد معه الصيف الجاري. ويلقى اللاعب قبول الكثيرين في القلعه الحمراء، وياتي بعد عمرو ناصر مهاجم فرق شرط اداره نادي البنك الاهلي لبيع المهاجم اسامه فيصل الى النادي الاهلي. اشترط الحصول على 70 مليون جنيه بالاضافه الى احد اللاعبين من الاهلي سواء عمر كمال عبد الواحد او كريم ندفد او خالد عبد الفتاح. اتمنى من اداره النادي الاهلي انهاء الصفقه ولو بمقابل 2 مليون دولار، لان النادي الاهلي عرض على مصطفى محمد 2 مليون دولار في سنه اعاره غير 2 مليون دولار اعلانات. كما ان الافضل والمستقبل هو اسامه فيصل حتى لو طلب نادي البنك الاهلي 2 مليون دولار في اللاعب. والاهلي يفضل اسامه فيصل لانه لاعب صغير السن عمره 24 سنه ويلعب اساسي في منتخب مصر ويلعب اساسي على مصطفى محمد. كما ان الزمالك وبيراميدز يدخلون بقوه في صفقه المهاجم اسامه فيصل، واللاعب يفضل الانتقال الى النادي الاهلي.